ثانيا بالنسبه للبنات اللي كيصبغوا ولا كيديروا طلاء الاظافر، اختي الله يجازيك بخير، منين تدخل الكوزينه ديالك ديري اختي الليكات، واخا طف الطياب ديري اختي الليكات. حاولي انك تشري ديك الباكيه من البارا الكبيره، لان ملي تطيبي بهم تيخصك تبدليهم، ما خصكش تعاودي تستعمليهم. دائما تشري الباكيه الكبيره وتبقى كتستعمليها يعني كل نهار عندك وحدين جداد، لان داك طلاء الاظافر ملي تكوني كطيبي كتعجني كتنصبي كديري اي حاجه، منين كيتفرتت لك اختي في الماكله ديالك بالعين المجرد راه ما تيبانش، ولكن منين كيتسرب لنا الجسم ديالنا راه عنده بزاف ديال الاضرار السلبيه للاسف اللي هي خطيره على الجسم، وبالاخص تيضرب لنا الكلاوي. هذاك التفرتيت ولا دوك البقايا ديال الصباغه ما تحقريهاش، راه كدير مصائب كثيره بزاف، وراه ما كيدوبوش في الطياب، ولو تكون درجه الحراره مرتفعه ما كيوقع لهم حتى شي حاجه، ما تيتحللوا ما حتى حاجه. نيشان تاكليهم كيمشيو لك الجسم ديالك فين كيتخزنوا، كيمشيو لك الكلاوي نيشان.